السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعرف التلوث بأن إدخال الملوثات التي تسبب تغيرا سلبيا في البيئة الطبيعية. 1. قد يكون التلوث على شكل مادة صلبة أو سائلة أو غازية، أو على شكل طاقة مثل النشاط الإشعاعي أو الحرارة أو الضوضاء أو الضوء. الملوثات. عناصر التلوث هي أما مواد طاقات دخيلة أو ملوثات متوفرة بشكل طبيعي. على الرغم من أن التلوث البيئي يمكن أن يكون ناتجا عن حوادث طبيعية، فإن كلمة تلوث تعني بشكل عام أن الملوثات لها مصدر بشري، أي ناتجا عن الأنشطة البشرية. يصنف التلوث غالبا إما من تلوث من مصدر ثابت أو ثلوث غير محدد المصدر. في عام 2015 قتل التلوث 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. صورة للضباب الدخاني في مدينة موسكو روسيا عام 2010 تشمل أشكال التلوث الرئيسية: تلوث الهواء والتلوث الضوئي والقاء القمامة والتلوث الضوضائي وتلوث البلاستيك وتلوث التربة والتلوث الإشعاعي والتلوث الحراري والتلوث البصري وتلوث المياه. تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2016 إلى أن 57% من حالات الوفاة المبكرة الناجمة عن تلوث الهواء الخارجي كانت بسبب الإصابة بمرض القلب الإقفاري والسكتة الدماغية، في حين كانت 18% من حالات الوفاة المبكرة بسبب الإصابة بمرض الرئة الانسدادي المزمن وعدوى الجهاز التنفسي السفلي الحادة على التوالي، بينما تسبب سرطان الرئة في 16% من الوفيات. أنواع التلوث. ينقسم التلوث استنادا إلى مصدر إلى نوعين: تلوث طبيعي وتلوث صناعي. التلوث